صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دلوقتي في اسكندريه. لكل اللي عارفني وعارف ياسمين عارف ان انا نفسيتي بترتاح لما باجي اسكندريه. فالنهارده انا نزلت لكم الفلوج بتاع امبارح او اول امبارح. قلت لكم فيه ان انا جيت اسكندريه. الفلوج بقى بتاع النهارده احنا رايحين السوق نتسوق، هنجيب سمك. هصور لكم بقى وهنشوف الدنيا فيها ايه. واكتبوا لي تحت ايه الاماكن اللي عايزين نروحها في اسكندريه ممكن اروحها. المره دي لو ما رحتش المره دي هخليها في دماغي واروح لكم المره الجايه. فدلوقتي احنا نازلين انا وماما رايحين السوق. فهصور لكم هوريكم بقى قد ايه هناك في السوق السمك بيبقى بينط كده وبيلعب. هي انا بحب اروح السوق عشان اتفرج على السمك بس. فيلا بينا. وعايزه اوريكم البحر، استنى. بصوا انا مش عارفه هو باين ولا لا، بس يعني هو البحر اهو. طبعا ما بيبانش قوي يعني، بس انا بحب اجي هنا يعني. فيلا بينا ننزل ونشوف اليوم. نيجي بقى هنا كده، كنت نازلة اول حاجة كنت بشد الاسانسير، بعد كده نزلت الشارع. يا جماعة خلينا ناكل تومية. تومنية. تومنية دي اللي هي مش عارفة عندنا اسمها ايه في القاهرة. ايه العربية الصغيرة اللي هي زي اللي جاية دي، عربية سوزوكي الصغيرة. بعد كده بقى ركبت هنا بقى، انا كنت خارجة برا رايحة السوق العروسة او سوق الهانوفيل على حسب ما الناس هناك بيسموه يعني، بس انا بقول سوق العروسة لان كان في هنا تمثال هناك كان على شكل عروسة البحر. المهم يعني هنا كنا مشينا بقى، هنا كنا عند القصر كده. القصر ده مكان هناك اسمه قصر القويري. ممكن تكتبوه على السيرش في جوجل هتعرفوا عنه حاجات كتير حلوة يعني. في السوق هناك اهو، عندنا عند ابو يونس كده، تنزلوا بقى كده وتعدوا الطريق تلاقوا نفسكم في السوق. يعني ايه، هوريكم بس احنا دلوقتي خلاص وصلنا السوق اصلا يعني. احنا بس الناحية التانية، فاحنا هنعدوا ونخشوا له بقى عشان هنجيبوا حاجات كتير قوي. دايما لما بنيجي هنا لازم نازلة للسوق. لو بقى ايه بايعين بقى برا زي اي سوق مصري يعني، عادي جدا جدا. بصوا يا جدعان، طبعا احنا ما بنجيبش من بره الا لما بنخش جوه، يعني نخش جوه نتفرج. ساعات بتبقى الفاكهه جوه احلى، فاحنا ما بنجيبش من اول واحد بنقابله يعني. بصوا بصوا كده، عمو بتاع البسكوت ده بجيب منه على طول لما باجي، بيبقى عنده علب بسكوت بتبدأ من 10 جنيه اصلا، فيها 12 بسكوت عادي يعني. بصوا بقى خلاص ده السوق اهو. يلا بقى بينا نخش، انا مش هعرف اتكلم جوه. في دخلة السوق بقى بتلاقوا الطوالي والحاجات دي والفاكهة بقى والسمك. كل انواع السمك بقى يعني كله. بوري ومكاريلو. على اليمين هنا بتلاقوا بتاع الفسيخ ده خرافة بجد. والجمبري، الجمبري ده كان ب220 تقريبا. وهنا ده بتاع السمك اللي احنا بنجيب منه، ده محل كده اسمه اسماك اروى. حرفيا بنجيب السمك من هناك صاحي وبيلعب، يعني انتوا هتشوفوا السمك دلوقتي بيلعب اقسم بالله. والسمك احلى سمك تاكلوه هناك. ماما هنا كانت بتنقي السمك. بصوا بقول لها خدي الصاحيه دي، شايفينها كانت صاحيه ازاي؟ بصوا كانت بتتحرك. هنا بقى كنا قاعدين مستنيين السمك يتعمل. كان الطوالي دي خارجه، طوالي السمك دي. وكان في بقى سلطات معموله بتتباع، والناس بقى واقفه على الشوايه واللي واقف على القلي وكده. المهم هنا كنا جبنا السمك خلاص وخدناه. بعدين ماما قالت لي ايه تعالي نخش السوق نجيب فاكهه ولا حاجه. المهم دخلنا جوه، كان في باميه وخضار. وبعد كده بقى جوه تلاقوا المانجا. كان في مانجا جوه اسمها مانجا ياسمينة، دي حلوه قوي عجبتني قوي. والفلفل هناك كان ب3 جنيه. العنب بقى والحاجات دي. المهم هنا كنا خرجنا من السوق، فاحنا بصراحه ما جبناش مانجا من جوه يعني، لان لقيناها من جوه مش احسن حاجه. احنا جبنا من جوه برقوق بس. بعد كده ركبنا التمنية علشان نروح. عايزه اقول لكم ان اللف في السوق، يعني انا بحب انزل السوق لاني بحب اجيب من هناك حاجات كتير. بس بحب انزل امتى؟ اول ما نسافر تاني يوم بالكتير ابقى نازله. ان ما كانش في نفس اليوم، لو انا مسافره الصبح، يعني لو انا مثلا مسافره الساعه 10 11 الصبح ممكن اقعد لبعد العصر وانزل بعد العصر. لكن لو انا مسافره بالليل زي المره دي، يعني كنت مسافره وواصله البيت الساعه 11 ونص، فلا بستنى لتاني يوم وانزل تاني يوم برضو على الظهر كده او بعد العصر او على العصر، يعني على الظهر الساعه 2 كده ولا حاجه وانزل.
بس المهم دي الحاجة بقى كده. هنا كنا راكبين التمنية بقى وراجعين. خلاص كنا قربنا على البيت. عايزه اقول لكم ان احنا كنا شايلين حاجات كتير قوي، وبتوع التمنية بيكرهوا السمك حرفيا، يقولك ما تحطي لي السمك في العربيه عشان الزفاره، بس انا والله دايما لما ببقى جايبه حاجه بحطها على رجلي يعني. ماما شايلاها وخلاص رجعنا اهو. ما اطلع بقى ابقى اوريكم. هنا بقى انا اسفه، انا كنت نسيت اصلا اصور لكم السمك واحنا حاطينه، يعني احنا كنا بدأنا ناكل اصلا. وكان بصوا بقى المانجا كانت تحفه تحفه. طبعا هنا بعد ما سرحت لها شعرها، شايفين بقت جميله ازاي، نعمل لها حته كيرلي المره الجايه. بس كده. ويعني عايزه بقى اقول لكم ان انا خلصت هنا اكل وكده، كان الغدا بقى قمت لابسه ونازله تاني بقى. لا هنا كنت لسه باكل برقوق. بعد البرقوق بقى لبست ونزلت تاني علشان كنت رايحه بقى، كان عندي كام مشوار بقى، كنت عايزه اروح شركه الغاز وشركه الكهرباء، فكان عندي لفه يعني. فهنا كنت ماشيه بقى كده بغني كده، واتمشيت لوحدي الشارع وحشني والله، يعني على طول لما بنزل مع اختي كده، فبقالي كتير قوي. سبحان الله بنقي الحتت المعفنه اللي اقف فيها. بصوا الفاكهه، بصوا المانجا جبناها من كام يوم، ما كانتش حلوه لسه، ما سكرتش لسه، مش حلوه قوي يعني. نروحوا بقى ايه دلوقتي، نخشوا سوبر ماركت. حلوه صح يا جماعه بجد، بتكسف اصور في الشارع قوي اقسم بالله، ببقى ماشيه حاسه ان حد يقول انت بتصوري ايه، ما تتصوريش والله. طبعا الجو كان حر جدا جدا جدا. يعني عايزه اقول لكم كنت حرانه قوي، مع ان اسكندريه حر بس ما فيهاش رطوبه عكس القاهره. انا في القاهره حاليا بسيح. المهم دلوقتي ان انا رايحه السوبر ماركت علشان اجيب كام حاجه كده. الاول انا كنت روحت شركه الغاز، وهنا كنت ماشيه منها، يعني انا روحت شركه الغاز بس بصراحه ما صورتش لان ما كانش في بالي اصلا ان انا هصور. بعد ما خرجت منها بقى كنت رايحه شركه الكهرباء، يعني هي شركه الغاز في 21، شركه الكهرباء في الهانوفيل، والسوبر ماركت في ابو يوسف، يعني كانوا كلهم جايين ورا بعض. فاتمشيت كده حبه حلوين يعني. يا جماعه بصوا فريش فاتحه فرع هنا، هي وبيكوك والعربي. انا حاليا رايحه شركه الكهرباء علشان هشحن كروت الكهرباء، لان احنا الكهرباء عندنا بكارت. وكنت في شركه الغاز بس دي انا ما صورتهاش بصراحه، كنت في شركه الغاز عشان اشوف لو علينا مديونيه ادفعها يعني، بس ما عليناش فعادي يعني. بس دلوقتي انا رايحه. بس بعد كده بقى اديني خلاص طلعت هنا شركه الكهرباء. بصوا الشركه حرفيا كانت زحمه سيكا، يعني كان فيها ناس واقفين على الشبابيك. هنا بقى كنت شحنت خلاص، وكنت نازله يعني بقى خلاص، كنت شحنت وكنت نازله بقى. بعد كده رحت السوبر ماركت جبت الحاجه وخلاص كنت بقى مروحه. عايزه اقول لكم ان كنت مهدوده اليوم ده لان الجو كان حر، وانا كنت نازله الصبح رحت السوق، وبعد السوق رحت المشوار بتاع الشركتين ده، فالجو كان حر جدا وانا كنت بموت يعني. بس مش مهم، ادينا اتفسحنا وعملنا فلوج كامل في اسكندريه. فبس كده، عايزين تشوفوا اماكن ايه تاني عرفوني وهبقى اعمل لكم فيها ان شاء الله. وبس كده، ده الفلوج بتاع النهارده. لو عجبكم الفلوج بقى ما تنسوش اللايك الجميل، الاشتراك في القناه عشان تصلكم مني كل جديد، وتعملوا شير الفيديو. هتوحشوني جدا جدا. باي باي.